اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ابسطها لك. موضوع الحلقه النهارده شائك جدا. صراع ما بين حريه الفكر وسقف الممنوع. حكايه وفكر اتقابل بالتكفير والمحاكم. حكايه النهارده عن المفكر المصري نصر حامد ابو زيد، واوعدك ابسطها لك. أحيانا الفكر أداة بيستخدمها الشعوب عشان يغيروا من نفسهم، وأوقات تانية الفكر الناس بتخاف منه وبترفضه، بل وبتحاربه كمان. وحكاية النهاردة عن مفكر مصري اتواجه بالتكفير والزندقة، بل وصل الأمر للمحاكم وانتهى الموضوع بتفريقه عن زوجته. حكايتنا النهاردة اشتعلت في 1992. دكتور مصري في كلية الآداب جامعة القاهرة بيقدم أبحاثه للجنة الترقيات عشان يحصل على درجة الأستاذية، وكان بحث من ضمن الأبحاث اللي قدمها دي يحمل عنوان نقد الخطاب الديني للدكتور نصر حامد أبو زيد. نصر أبو زيد واللي كان سنه ساعتها حوالي 50 سنة ما تخيلش إن بحثه اللي قدمه ده هيكون بمثابة زلزال في أوساط العلم، وهيقلب حياته رأسا على عقب. تكفير على المنابر ومنشطات صحفية ساخنة ومؤيد ومعارض. نصر حامد أبو زيد اللي من قرية طنطا، اللي كانت شغلته مساعد أسطى بيصلح لاسلكي في مدينة المحلة الكبرى، إلى أستاذ اللغة العربية في جامعة القاهرة، وصاحب أهم مشروع فكري في تجديد الخطاب الديني. اهلا بيكم مره تانية. ضيف النهارده الدكتور حسن يوسف، استاذ اللغه العربيه وعميد كليه الاداب الاسبق وعميد معهد الدراسات الافرو اسيويه. اهلا بيك يا دكتور. يا أهلا بيك. اهلا بحضرتك. شكرا على دعوتكم الكريمة، ربنا يخليك. ويا رب تكون سهرة ثقافية مفيدة ان شاء الله للجميع إن باذن شاء الله الله. بوجود حضرتك معانا. الله يخليك. دكتور حسن، نصر حامد أبو زيد مفكر أثار جدل كبير جدا. بس عاوزين نعرف الأول، هل نشأة نصر حامد أبو زيد أثرت في تشكيل وعي وأفكاره؟ أكيد أي أديب أو أي ناقد أو أي مفكر بيبقى له نشأة بتأثر فيه. مم. فالدكتور نصر الحقيقة نشأته وتكوينه الديني وشغله في جامعة القاهرة، واحتكاكه برموز الثقافة الدينية اللي موجودة في دار العلوم تحديدا مم. أثر في فكره تأثير مباشر. مم. ما تنساش حضرتك إنه هو عنده في البيت زوجة في قسم اللغة الفرنسية صحيح. في جامعة القاهرة، صحيح. فعنده يجمع ما بين الثقافتين، مم. زي ما كان الدكتور طه حسين مم. رحمة الله عليه عنده هذه الميزة أيضا. صحيح فعلا. ميزة أنه يمتلك الثقافة العربية العربية والفرنسية. الأزهرية العميقة نعم. مع وهو كان بيشبه نفسه دكتور نصر أحيانا كتير تقريبا يعني لان هو بالدكتور قريب طه منه في حاجات كتير فعلا. صحيح. يعني بس هو يمكن الدكتور طه حسين برضه صارت حوله ازمات كثيره أزمات كتير جدا، خاصة يعني بعد كتاب في الأدب الجاهلي. بالظبط مم. بالظبط. يعني شككوا في فيه وعلى فكره لما نزل الكتاب اقيل من وزاره المعارف سنه 36. مم. اقيل من وزاره دكتور المعارف. طه حسين. اقيل من وزاره المعارف. مم. فنفس نفس التشابه اللي احنا التشابه اللي بنتكلم عليه حصل. كبدايه، مم. نفس الإصرار على الرأي. وهي الحدوتة كلها كان إن هو الجماعة المستشرقين نفس فكر الدكتور حامد. مم. جماعة المستشرقين بيتكلموا عن القرآن الكريم مم. وتكوين القرآن الكريم صحيح. بالفكر الغربي. مم. هو لما قرأ هذه الرؤى في الكتابات عند بلاشير، ده كان أستاذه في فرنسا. صحيح. وبلاشير كان بيجد في النصوص القرآنية إن جمعت في فترة من الفترات على سعف النخيل وجلود احنا هنتكلم عن دكتور طه حسين واستاذه عشان ماشي. انقل لك، عشان ننقل نخش بس مدخل لدكتور المقارنة. نصر حامد. مش صحيح. هنطول انا عارف. تمام. بس عشان خاطر ان ندي خلفية ان احيانا بتبقى الرؤى اللي موجودة هي المحرك الاساسي للفكر الاسلامي. مم. الرؤى احيانا داخل كل عصر. اه الدكتور طه حسين وجد ان هو يحط في كتابه في الشعر الجاهلي مم. بعض الرؤى الغربية التي لابد أن يعلمها القارئ العربي. مم. يعني هو ينقل ناقل. وليس مم. معتنق. مم. فرق كبير أن تنقل لكي يرى القارئ العربي الفكر الاستشراقي. صحيح. والفكر الاستشراقي بيختلف عن الفكر بتاعنا تماما. يعني هو يتناول الظاهرة بشكل مغاير لما أنت تتناوله، لأنه من منظور تاني وثقافة تانية. نهائي. صحيح. بالظبط كده. مم. وبالتالي كان بلاشير وكان مارجليوث، وفي واحد اسمه جولد زيهر ألماني. مم. مارجليوث كان إنجليزي،
وبلاشير كان فرنسي. الثلاثة دول عملوا مدخل للشعر العربي القديم مم. عن طريق حاجة اسمها قضية الانتحال. مم. قضية الانتحال في الشعر العربي، والانتحال اللي هي مخففة شوية نقول عليها السرقة. فقال لك أن القرآن الكريم لم يكن من فعل من عند الله، وإنما هو من فعل الرسول. مم. من فعل الرسول. ده رأي الاستشراق. مم. وضحك بيه على الجماعة بتوع الجزيرة العربية وبتاع، نظرا للفصاحة، والعرب كانوا فصحاء بطبعهم. مم. وخلي بالكوا إن كان في 1000 من حفظة القرآن ماتوا في موقعة كذا، مم. وإن اللي جمعوا كان زيد بن ثابت على عهد أبو بكر، جمع القرآن على 7 أحرف. ولما نزل عثمان بن عفان يتفقد الجند في إحدى المعارك في المرحلة الأخيرة، أمر زيد بن ثابت ولقى فيه اختلافات كثيرة جدا في القراءات. واحد يقول حتى حين والتاني يقول حتى حين. فأمر زيد بن ثابت أيضا اللي جمعوا على عهد عثمان أبو بكر أن يجمعوا على حرف واحد، على لهجة واحدة. وأحرقت بقية النسخ حتى لا يدخل الشرح على المتن. وحفظ القرآن من خلال هذه الفترة اللي قام زيد بن ثابت برضه، اللي هو جمع المرة الأولى على 7 أحرف. المستشرقين بيشككوا إن مات ناس من حفظة القرآن، إن جلود وساعة في النخيل وبتاع دي مواد ممكن تبلى. الغرض منها كله التشكيك في أن القرآن الكريم محفوظ، يشكك لك في العقيدة، يشككوا فيه. بس. صحيح. أما بقى حتى الساعة في النخيل، صدور الرجال اللي ماتوا، اللي موضوع هاي هو كان بينقل طه حسين هذه الآراء عشان يقول للناس الجماعة المستشرقين دول بيجدوا في هذه الموضوعات بعض الغرابة كنوع من التشكيك في العقيدة الإسلامية. ده بالظبط اللي اتهم بيه الدكتور نصر حمد أبو زيد، إن هو نقلنا عليه على طول. أنا جبت حضرتك الفرشة بتاعت طه حسين ليه؟ لأن بعد كام سنة شوف بقى، بعد 36 في كتاب الشعر جالي وأقيل من وزارة المعارف نفس الفكرة عند الدكتور حمد. ضيف بقى عليها الأرض الممهدة زي ما سيادتك تفضلت في البداية وقلت لي إن هل الوقت اللي كان موجود فيه نصر حامد أبو زيد كان هيتقبل هذا الفكر أم لن يتقبل؟ احنا هنخش هنجيلها الحتة بتاعت الوقت نفسه، لكن قبل ما نخش على موضوع الوقت، دكتور نصر حامد أبو زيد كان دايما بيقول في كتبه، خاصة نقد الخطاب الديني وكتابه اللي هو مفهوم النص، كان بيحاول يقول إن القرآن يعني نص مفتوح للتأويل، وإن احنا عشان نفهمه صح لازم نفهم السياق اللي نزلت فيه كل آية، السياق السياسي والسياق الاجتماعي والثقافي اللي نزل فيه الآية دي عشان نفهمها. خاصة كمان إنه بيقول إن كل آية في القرآن الكريم كان لها سبب. يعني هل التأويل ده يعني بيخلي إن احنا أو اللي قاله الدكتور نصر، هل بيجبرنا إن احنا نجدد فهمنا كل شوية القرآن الكريم متغيرات العصر؟ هو المفروض كده، بس ما نلعبش في النص. بمعنى دكتور نصر حامد أبو زيد بعد ما خلص الفترة بتاعته هنا وضيقوا عليه الخناق داخل الجامعة ورفعوا قضايا، ابتدى يروح الدول العربية. أول دولة راحها كانت سلطنة عمان، وأنا قابلته هناك، قابلته في سلطنة عمان. كان بيروح زي الفاتحين كده. وبعدين كلمته في حاجة؟ كلمنا كتير وعملنا ندوة عندي في الكلية. يعني أنا عملت ندوة عندي في الكلية وهو موجود معانا هناك. فهو أثار جدل، بس هو كان بيتكلم من وجهة نظر نقدية. بمعنى إن أي نص قابل للنقد. صحيح. تعرف حضرتك إن الرؤية بالنسبة للقرآن الكريم لها اتجاهين. القرآن الكريم آيات محكمات وآيات مؤولات. الآيات المحكمات هي التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها دونا على الخلق أجمعين. مفاتيح الآيات كاف ها يا عين صاد ألف لام بالظبط. دي مفاتيح، دي سر بلاغة القرآن الكريم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كنها هذه المفاتيح. دي بنسميها آيات محكمات. طب الآيات التي تحتمل التأويل، هتجد الزمخشري بيأولها بشكل، هتجد سيد قطب بيأولها بشكل، هتجد الشعراوي بيأولها بشكل، هتجد الطبري. التفاسير اللي موجودة كلها اللي موجودة منها القديم ومنها الحديث كله بيجتهد استنادا على القول المألوف أن للمجتهد المصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد. وفتح باب التأويل للآيات المؤولات، أي التي تحتمل كذا معنى. بالضبط كده بالضبط. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الجلسات العلمية الجميلة اللي كان بيعملها مع المقربين
منه. فكان الصحابة. يقول لهم دائما أنك عليك أن تواجه حتى اللي جمعوا الحديث، يعني اللي جمعوا القرآن في الفترة الأولى من الفترة الأموية جم بعد كده جمعوا الحديث عشان لا يدخلوا برضه، ودخل ما بين حديث صحيح ومتواتر وحديث ضعيف وحديث حسن كثير حسب الراوي من يروي الحديث. إذا كان عن عائشة يبقى حديث صحيح، وكان فلان عن أنس ومش عارف العنعنة. فهذا الموضوع عمل نوع من التشكك في بعض أشياء خاصة بالمجتمع. طب عشان تظبطها أي حاجة في الحديث لابد أن تواجهها بالنص القرآني. أنا الأساس عندي هو النص القرآني، والحديث هو إذا لا يتعارض مع النص القرآني. باستثناء العصر العباسي دخلوا المنطق، بقى رافض الثالث في القياس على الفكر الإسلامي. المنطق اليوناني كان شاع في الفترة العباسية، المنطق الأرسطي خاصة عند الفرق الكلامية. يعني الفترة العباسية انقسم الفكر وتأثر بالفكر اليوناني خاصة فترة طويلة أوي، وحتى نقلت عن اليونانية حكميات وأشياء كثيرة جدا وتأثر بها الفكر الإسلامي. نقل عليها اللي هم السوفسطاقس اللي هم الكلاميين أو الجدليين، وسميت فرقة الكلام اللي هي بتاعت الواصل بن عطاء والحسن البصري. صح. بقى في رافض ثالث للقياس، ما بقاش القرآن والسنة، بقى في المنطق اليوناني اللي هو يقابله عندنا علم الكلام. طب ازاي الدكتور ناصر حامد ابو زيد استخدم يعني كل انا قلت لحضرتك من البداية ان في المجتهد المصيب اجرين والمخطئ اجر واحد. مشكلة كلها ان تكالبت عليه اساتذة الدراسات الاسلامية الفطاحل اللي هم ماسكين تقريبا اجهزة الاعلام زي عبد الصبور شاهين مثلا. الناس دول يعني أجلاء في تخصصهم، إنما كفكر نقدي منفتح يبقى نصر حامد أبو زيد يتظلم. كان في كتاب كتبه الدكتور عبد الصبور شاهين، يعني كان بيتكلم عن مسألة الداروينية، فكرة داروين واللي هو الحيوان. فمعنى كده الناس، حتى أنا بشوف إن ده تناقض. يعني الدكتور عبد الصبور شاهين هو كتب الكتاب ده ونال نقد كبير جدا، وبرضه وجهت له اتهامات كتير. في نفس الوقت بيعمل نفس الموقف مع الدكتور نصر حامد ابو زيد، وعلى منبر الجوامع جامع عمرو بن العاص يهاجم الدكتور نصر حامد ابو زيد لكن اللي عايز اقوله يا دكتور معلش برضو، احنا المفروض ان فهمنا بين كل جيل وجيل للقرآن بيتغير بسبب لا القرآن ما بيتغيرش. يعني فهمنا للآيات نفسها بيتغير. يعني مثلا لما اقول يد الله مثلا، الصورة بتاعت يد الله دي في ذهني أنا كمحمد في 2025 هي اليد، كف خمس صوابع. لكن وده اللي بعض الطوائف عندنا في الإسلام هي يد، يعني يد بس يد ليست كيد مش عارف. لكن مثلا دكتور ناصر حامد أبو زيد كان بيشوف إن دي رمزيات، مش شرط إن هي يد بمعنى اليد. هو بيخاطب الفئة اللي موجودة دلوقتي في المجتمع ده باللغة دي عشان يفهموا النصوص. يبقى أنا لازم في 2025 أجدد فهمي. هقول لك لأن أنت بتفتح موضوع خطير جدا. كل عصر من العصور له فرقه وله فكره. يعني لما جينا في العصر الأموي بعد ما طلعنا من صدر الإسلام حسينا أن صدر الإسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام فكر بسيط، المجتمع لسه بينشأ، مجتمع إسلامي، شوية مجموعة من الشعراء هم اللي واقفين جنب الرسول عشان يعرضوا الإسلام عرض جيد قدام فريق المشركين. فصدر الإسلام من 40 سنة الأولانيين عدوا ببساطة، حتى كانت الحياة بسيطة، لم يكن يكلف الإنسان وسعه عناء هذا التفكير وهذا التمحيص. عصف الذهن اللي بيعملوه الناس اللي جم بعد كده في الفترة الأموية، الفترة دي بنسميها القرن الأول الهجري. 40 سنة صدر إسلام و60 سنة أموي. طيب الأموي حدث فيه إيه؟ تنقل من فترة بسيطة جدا، فترة بتقيم فيها دعاية مجتمع إسلامي، انتقلت من مكة للمدينة، الإسلام شاع في الجزيرة العربية، انت دخل على مجتمع، دخل الصراع السياسي اللي هو هيربطنا بنصر حامد أبو زيد في التفسير بتاعه. ما أنا بديك بس ومضات عشان هم بيرجعوا للقديم، بيربطوا دايما. وهربطك بعد كده باليد. تمام. ليه كفروا الحلاق في الفترة العباسية بالظبط. الحتة الأولانية إن أنا النهاردة عندي عصر الأمويين هنا، تحتيهم 3 زيدية وعلوية وآل البيت، تحتيهم 3 تانيين مرجئة وخوارج وشيعة،
تحتيهم 5: إباضية، إمامية، أزارقة، منصورية، إسماعيلية. طوائف كتيرة جدا، ما أنزل الله بها من سلطان. وكل طائفة بتظن ان هي الطائفة الناجية وباقي الطوائف في النار، دي فلازم فرق يبقى اسمها الرب. الفرق الإسلامي. صحيح. شاع في العصر الأموي بعد الفترة الهادية الجميلة ال 40 سنة دول، شاع دربكة فكرية خطيرة جدا. كلهم بتظلهم مظلة الإسلام، خلافات اللي جوه خلافات بسيطة، بس قدام الناس ان دي خلافات اسلاميه، مش خلافات اسلاميه، ده خلافات سياسيه. الصراع على الحكم. آل البيت بيقولوا احنا احق من الامويين، الزيديه بيقولوا احنا احق من الامويين، العلويين بيقولوا احنا احق من العلويين، جم المرجئه والخوارج والشيعة احنا احق من كذا. فكان الصراع سياسي، مش صراع ديني. ولما جينا دي نقطه مهمه لازم تعرفها. والشيعة حتى احنا كسبنا حاجه جميله جدا، ديوان كامل في الشعر السياسي لم نألفه في عصر من العصور. فده اثر. وخلي بالك عشان هترجع تيجي تسألني تقول هو ده بيأثر في العصر، هو ده بيأثر في الناس، وده بيعمل؟ لا، بيأثر. بقول لك نصر حامد أبو زيد كان بيروح الدول العربية فاتح وكأنه فاتح. ابتدى شوية يقل بعد ما كلموهم وقالوا لهم لا ده كذا ومكفر كذا ولاعب في كذا وعمل كذا، ابتدوا يكشوا منه شوية. اما استقروا وقعدوا. وكانت السبب برضو الشرارة اللي ما انت عملها زي ما حضرتك بتقول عبد الصبور وغيره، لما جم يقيموا شغله للإنتاج الأدبي. هو بيقدم إنتاجه علشان العلمي، إنتاجه عشان يترقى من مدرس لأستاذ مساعد، ومن أستاذ مساعد لأستاذ. ده التدرج بتاعنا في الجامعة. صحيح. وبناء عليه هو قدم لأستاذية من الكتب دي، سلخوه وشركوه وابتدوا يكتبوا الكلام ده على صفحات الجرايد كنوع من ان وجدوا واحد ملحد، وجدوا واحد يعني وقع في وسطهم بقى، فبيقطعوه. لقينا بقى الفيديو بالظبط كده. كتر من النقد انه عمل وانه سوى وانه بيتجرأ على النص القرآني. صحيح. وانه هو بيجد في النص القرآني بغيته بدل بتاع كل النصوص النقدية قابلة الا النص منزه. وهو كان بيقول كده. صحيح. هو كان بيقول كده. هو بيدخل جوه النص يستبصر بعض المعاني اللي ممكن تفيد الناس في عصرهم فقط. إنما هو عنده النص القرآني نص منزه. صحيح. منزه. طب يا دكتور، مش ده ممكن يبقى تناقض؟ يعني هو دلوقتي بيحاول ان هو يحمي القرآن الكريم من السياسة، في نفس الوقت هو بيقول ان القرآن الكريم مفتوح على التأويل، النص القرآني مفتوح على التأويل. ده أدى لأنه في بعض الجماعات، يعني مثلا التيار اليسار الشيوعي في مصر، لما حاول أنه هو يسيس النص القرآني، حاول يسيسه ويخليه يتوائم كده مع أو يمشي، يعني يتمشى كده مع الأيديولوجيا بتاعت الشيوعيين، عشان نعمل ما يسمى به حاجة اسمها اليسار الإسلامي. فالناس تخاف، الناس ما تخافش لما نقول لهم تعالوا معانا، ده احنا الشيوعيين، ده احنا شيوعيين إسلاميين، تروح طواعي. في نفس الوقت برضو زي ما حضرتك ذكرت من شوية انه سيد قطب اول زي ما هو عايز واتكلم عن الحاكمية، والدكتور نصر حامد تناول موضوع الحاكمية. لما انا اقول ان هو مفتوح التأويل عادي واي حد يأول، في نفس الوقت ما هو التأويل ده فتح ان التيارات السياسية، طب احنا بقى عايزين نأول عشان خاطر نعمل زي دعاية دينية للتيار بتاعنا. ده مش تناقض؟ هو تناقض، بس انا عايز اقول لك سمة العصر اختلاف. يعني انت النهاردة لما اولا انت عارف ان الوطن العربي كله اغلبه الناس بسطاء، يعني يحبوا الشيخ الشعراوي وهو قاعد على المنصه وعلى البتاع وبيحكي معاهم ويقول له مش عارفه ايه، وشفت لما جه دخل الجنه وطلع تكبير وتهليل بتاعه. يعني دي طريقه من الطرق بتعجب السواد الاعظم من الناس. صحيح. وفي طريقه بتعجب الخاصه اللي هم الزبده بتاعت المجتمع، وش القفص مش عارفه ايه، كريمه ما يوصل لهمش اي فكر. يعني جه مره في ابو تمام، كان في العصر العباسي، وكان بيأدب المتوكل، فبيقول له انت دائما يعني تقع على المعاني العميقه، يعني قال له انا انظم للخاصه وليس العامه من الناس. ما كلمش الغوايه. لا جماعه الدهماء والغواء قطاع الطرق دول مش بتوعي. مش عايزين صداع. انا بتكلم، انا بقى بنظم للخاصه. ليه عايز الفكر. فالنهارده الدكتور حامد كان زي طه حسين. طه حسين كان بينظم. لما تيجي تقرا كتب طه حسين او العقاد او غيره، خاصه الكتب الدينيه العميقه، انت النهارده تمسك العبقريات، انت ما تقدرش تفهم منها حاجه غير ان الراجل عايز يوجد لك العبقريه دي في عصرك، ومش بقى لورا.
صحيح خلاص عدى عهدها. فعلا. ده هو يعني بيوجد لك العبقريه دي في عصرك. انا حاولت افهم العبقريات ما فهمتش. ده ما صعب. ما فهمتش، انا قريتها ما فهمتش. أولى عقاد كان مدير مكتبه في صح. جامعه القاهره وطور نفسه يعني. بس انا عايز اقول لك ان اللي بيغوص في الفكر ممكن يوصل لمرحله انك انت يعني حتى معلش هقطع حضرتك، كان في حاجه طريفه الدكتور طه حسين كان قال مره انه اللي هيفهم عبقريه عمر انا مستعد اعمل له مكافاه. يعني هو كان بيسخر نوعا ما من العبقري. هو الصراع الفكري ما بينهم هم كان الاتنين. موجود وكان بينزل على صفحات الجرايد وكان بيثري الحياه الادبيه. مم. وبالمناسبه كان بيرفع من المستوى الثقافي للناس. صحيح. انت كنت بتسمع الراجل بتاع الكافتيريا بيغني الاطلال وهو رايح هو جاي لما كانوا بيشغلوه. الاطلال اللي ابراهيم ناجي عاملها ضمن ديوان ناجي بتاعه. صحيح. اطلال في حد يقدر؟ ده الخاصه مش فاهمينها. فانت هتيجي الراجل بس هو كان بيرددها كنوع ام من كلثوم. عايز افهمك ان الغرض او الشاهد في الامر ايه، ان انا برفع من المستوى الثقافي للناس باي فكر. مش كله هيطلع معايا، في فروق فرديه. طب دكتور، انما على الاقل لازم اطلع طبقه تطلع معايا فوق. زي ما احنا اتكلمنا الحته الثانيه اللي كنت عايز اقولها لك خاصه بالفكر الجماعه المتصوفه. لما جينا وانا كلمتك من شويه عن موضوع الفكر الاسلامي لما دخل القياس او الفكر اليوناني كرافه ثالث للقياس جنب القران والسنه، خرجت طائفه متكلمين وبعدها على طول جم المتصوفه. حتى المتصوفه اللي هم اساسا ليهم معجم خاص وليهم منهج خاص وحياه خاصه ومنعزلين. يعني المتصوف منعزل غير الزاهد. الزاهد يتعامل لانه بيبقى زاهد في الحياه، انما المتصوف لازم يبقى له اعتكاف. انما له معجم خاص بيتكلم عن الخمر الالهيه والذات الالهيه والالتحام يعني لهم المعجم الخاص بتاعهم اللي يختلف عن اي حد. انقسموا فيما ما بينهم بسبب الفكر اليوناني، سموا نفسهم الفرقه الدهريه والفرقه القدريه. وجم في الاخر وكفروا الحلاج. ليه؟ استنادا على انه يده التي يمشي بها ويده التي مش عارفه واخد بالك. خدوها بالشكل اللي حضرتك ابتدينا بيه في الاول. ما انا عندي هنا بالمعنى الكامل لليد والقدم. انا عندي لا، هو ليس كده بالظبط. وقال لك ان الله بيحل ببدن العبد لانه قطعه نورانيه من النور الالهي، وبالتالي يبقى العبد ده فعمل نوع من التأليه للعبد. عصره كفره لأنه شعره كان جميل وكل حاجة، ولكن شعر الصوفية محتاج عمق قوي. النهاردة لما نوصل لعصر حامد أبو زيد بعد كل الميراث ده وبعد كل التأثرات ما بين فكر في العصر الأموي، ما بين فرق إسلامية متعددة وما بين فكر نقدي داخل الفترة العباسية، الميراث الضخم ده، ودول كانوا أحسن عصرين فيهم مراد، لأن بعد كده ضعفت الدولة العربية ما ظهرتش على العصر الحديث. فالنهاردة الميراث ده كله أي واحد هيظهر في عهدك هنا في عصرك لازم هيكون متأثر بكل ده، لازم بالقديم ده كله. ولازم تلاقيها كده فكسات طالعة في شغله. ممكن تكون مصيبة وكنت تكون غير مصيبة. يعني واخد بالي، هي مجرد اجتهاد. أنا عندي هنا جزء عايز أسمع رأي حضرتك فيه. ده كتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد، بيقول: تتحدث كثيرا من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا له عرش وكرسي وجنود، وتتحدث عن القلم واللوح، وكلها تساهم إذا فهمت فهما حرفيا في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا المادي المشاهد المحسوس. ومن غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري. الكلام ده من كتاب نقد الخطاب الديني الدكتور نصر حامد أبو زيد. ده من ضمن الحاجات اللي أثارت جدل عليه طبعا. إنه أولا يعني اتهم دكتور محمد عمارة، اتهمه إنه بيقول إن القرآن نص بشري. اتهموه إنه هو بينكر الغيب، بينكر فكرة اللوح المحفوظ، بينكر فكرة ان القرآن وجود في الغيب قبل ما ينزل على سيدنا محمد. البعض اتهموا انه هو متأثر بالماركسية، فبيحاول يعمل زي ما قلنا مثلا ان هو شايف ان كل حاجة ليها سبب في الواقع الاول، فالواقع هو اللي حرك الوحي. بيعمل اسقاط. انت ايه رأيك؟ انا يمكن قلت لحضرتك في الاول
خلفيه عن القيام بالجمع القرآن والتشكيك عند المستشرقين، والجماعة اللي زي الدكتور ناصر بيقروا المستشرقين كتير. نظير طه حسين، ونظير مين تاني، كان توفيق الحكيم، بس توفيق الحكيم ما تأثرش قوي بالفكر ده. يعني قعد في فرنسا شوية، إنما اللي تأثر بالفكر الغربي كان طه حسين، والمقابل ليه على طول اللي بعديه نصر حامد أبو زيد. صحيح. الفكر الغربي فيه اتجاهات مفتوحة، ليه؟ ما حرية وما فيش أي ملاحظات عليها. يعني حضرتك قصدك إنه تأثر نصر حامد أبو زيد بالفكر الغربي خلاه بيناقش فكرة النص القرآني بحرية كاملة؟ هقول لك ليه. لأن ولم يراعي إن مراته كانت قسم اللغة الفرنسية، لدرجة إن في جامعة القاهرة رفعوا عليه قضية تفريق عن مراته. هنجيلها. ما أنا بحكي لحضرتك يعني. بس كان عنده في البيت قضية الحزب، كان عنده في البيت الفكر الفرنسي كله، بيترجم له وبيوري له ايه اللي الناس دي بتفكر غيرنا تماما. يعني انا ليا صديق مقيم في امريكا بقاله 50 سنه، بيجي زيارات ويمشي، يعني فكره مضطرب تماما. ده النهارده ما بين عقليه عربيه مؤمنه بثوابت، والنهارده انت بتدخل عليها فكر مفتوح ملوش اي سقف، ملوش اي حدود، مش اي سقف. فبيتكلم عن الصوره الاسطوريه، هو لفظ نقدي. يعني هو احنا بنتكلم عن الذات المقدسة وعن العرش، عن الله سبحانه وتعالى. هو ما قصدش ان هو يعني يهز الصورة، لكن هو بيتكلم هو لأنه ناقد، فبيتناولها بصورة نقدية. هو ده كان الخلاف. لا يمكن. اتكلمنا معاه في الحتة دي كتير فعلا، يعني لأنه راجل اتظلم فعلا. النهاردة أنا لما بجتهد وبجيب معجم جديد يتناول الفكر بشكل جديد، ايه المانع ان انا امزج ما بين الحضارة الغربية والحضارة العربية بشكل مبسط؟ والنهاردة أنا لما بقول الطقس السحري اللي موجود ده معناه أن في عظمة، معناه أن في شيء خارج نطاق البشر، ده وصل لمرحلة السحر. هذا العرش وهذا البتاع قد يكون الكلام غير مكرر لأنه كرر في كتابات كثيرة جدا، ولكن هو يريد أن يطور لغة النقد بمعجم جديد يعرف بنصر حامد أبو زيد. وكان يقصد ان برضو ان المصطلحات بتاعة الملك والعرش والجنود هي مصطلحات بتناسب الثقافة الموجودة ساعتها في المجتمع العربي، عشان خاطر يسهل للعرب فهم القرآن. بالظبط. النهاردة انت بتناشد الغرب، زي ما كنا بنناقش رسالة ولد من الدراسات الإسلامية بيتكلم عن ما يتناول في الصحف عن القرآن الكريم، فالواد جايب قصاصات ورق من جوه، فالمناقش اللي جاله من الازهر قال له يا ابني انت بتخاطب العالم اللي بره، يعني المفروض انك انت بتجيب من عندهم ما يفيد، ايه ارائهم وانت عندك ايه تقدر تقدم لهم، ايه الجديد اللي انت تقدر تقدم لهم. وهو ده اللي كان بيسعى ليه الدكتور نصر حامد، ان انا اجيب صور وتشبيهات واستعارات، معجم جديد نقدي يتناول النص القرآني في صورة نقدية، وليس ان يجور على النص، ما يظلمش النص. استحالة. ده نص مقدس ومنزه ولم يخالطه شيء على عصور كثيرة جدا. ودي كانت مشكلته مع جماعة الأزهريين وجماعة اللي هم الدرعميين بتوع دار العلوم، لأن هم الحقيقة تصدوا ليه بشكل قاتل جدا، وكفروه زي ما عملوا مع حسين بالظبط. صحيح. عندي برضو فقرة هنا، الدين في ذاته قوة تحرير، لكن الخطاب الديني حينما يتحالف مع السلطة يتحول إلى أداة للهيمنة. دكتور حسن، تفتكر أنه فعلا الخطاب الديني زي ما كان بيحاول يوضح لنا الدكتور نصر، أنه هل هو بقى أداة سياسية أكتر من كونه أداة روحية؟ هي يعني في الوقت بتاعه وفي الوقت الحالي هي سلاح ذو حدين، انك انت تستخدم لغة الدين للسيطرة على الناس، زي ما قلت لحضرتك من شوية، وارجو انك تفهم مداخل السطور، يعني ان الناس بسطاء، فلما تيجي تلعب على دماغهم ببعض الألفاظ وبعض الأشياء هتلاقيهم ينساقوا إليه. سهل تضحك عليهم بمنتهى البساطة انت جبتها. انما في حاجات ما تقدرش تحكي عليها على الناس اللي هم فاهمين، لا ما تقدرش. انما بشكل عام كتاباته فيها رؤية، فيها اجتهاد،
فيها نص بيحاول ان هو يخرج الى النور صحيح. علشان الغرب يقرا مم. الحاجات دي ويدخل، لان الغرب على فكره بيبقى قاعد متحسب، ما بيلاقيش كتابات موجوده مم. تناسبه. مم. الفكر المنغلق على الجنه والنار والثواب والعقاب والكلام ده، الكلام ده ما كانش موجود في فتره من فترات. مم. تاريخ الشعر الجاهلي مم. كانش فيه الرؤيه دي، مم. ما كانش دخل القران بالالفاظ الجديده دي، مم. جنه والثواب والعقاب والنار والبتاع اللي هي المحاذير. مم. انت المفروض مع شويه زي ما بيطلع راجل على المنبر يخفف هذه الايه المحاذير ويحببك في الجنه بطريقه جميله وليس الترغيب مش التحبيب، مش الترهيب يعني يعني فاهم قصدي. فهو هي الفكره نفسها كده، بس كل واحد على مستوى الفكر. دكتور حسن، بعد ما اتنشرت ابحاث الدكتور ناصر حامد ابو زيد عشان خاطر يحصل على الترقيه، اتهاجم بالتكفير والزندقه، قامت الدنيا ولم تقعد على الدكتور ناصر. وصل الموضوع الى المحاكم، اترفعت ضده قضيه وتم التفريق بينه وبين زوجته، لان المحكمه حكمت ان هو كافر وان زوجته مسلمه، فما ينفعش ان هم يتزوجوا. طبعا ده يعني وجهه نظرهم هم ورايهم هم. ايه اللي ممكن يوصل خلاف فكري ما بين اتنين او ما بين فئه وفئه الى المحاكم؟ حريه الفكر في اي بلد هي اللي بتوصلنا للجزئيه دي. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا ناس بسطاء، الرموز الدينيه بتمثل عندهم شيء كبير قوي، ودول يمثلوا تلتين المجتمع عشان نكون صراحة يعني. تلتين المجتمع بينساقوا وراء الآراء المتكررة المعتادة التي تتكرر منذ عصور طويلة جدا. لا تقبل الجديد، مش عايزين حد يقرب لا تقبل زي ما هي الجديد. زي ما هي، وكأنها طلسم وكأنها تابوت لا يمكن الاقتراب منه. فاللي بيحاول يجتهد واقترب من هذا، اقترب من اي حاجه. لما النص القراني ما جيش ناحيته، هو الراجل كل اللي عمله انه ما جاش ناحيه النص، هو ما لعبش في النص، هو الحدوته كلها انه اجتهد في بعض الايات المؤولات ليفيد المجتمع من حيث السياسه ومن حيث الفكر ويحمي الدين من السياسة ومن حيث الثقافه. هو كان قال قبل كده يعني في لقاء مع وابقى عملت تجديد. خلي بالك اللي حضرتك بتقوله تجديد الفكر الديني اللي بنقول عليه من عشرات السنين هو ده. انك ما تطلعش تقول على منبر الكلام اللي بيتقال من 20 سنة ومن 30 سنة. صحيح. انك تجدد مع الناس فكر، لو 5-6 فهموك يبقى رضا قوي. طب هل غير الناس اللي بتبقى قاعده نايمه في المسجد. يعني انت واخد بالك، انا بكلمك بامانه، انا ببقى زعلان والله في الاخر ورا ده شويه دول اللي انت بتقعدهم مش هتتحسب بس الصلاه ده دول احلى شويه تقدر تقعدهم في حياتك. الناس للاسف مش فاهمه الرؤيه دي، هي مفكره انها رايح عشان ياخد ثواب انه صلى الجمعه او صلى العشاء في المسجد وبتاع لا اكثر ولا لا. في فكر جوه حلو ممكن يتاخد، وفي ناس عندها تنوير اللي احنا بنسمعه بقى كشعارات وكيوفط جميله جدا، انما هي في حقيقه الامر غير موجود. احد هذه المنورين هؤلاء كان ناصر حامد. دي حقيقه، طب لازم نديله حقه يعني. هل المجتمع بقى في مصر الوقت ده، هل هو ما كانش مستعد يسمع آراء دكتور ناصر حامد فترة التسعينات، خاصة مع نشاط الحركة الإسلامية ساعتها؟ بالظبط، انت جبت الخلاصة. ان في الوقت ده بالذات، عارف لو كان دلوقتي مع التيارات الموجودة والبتاع كان عادي الناس تقبلت او ممكن تتفهم، في انفتاح وفي حاجات كتير، وفي الناس تخطت هذه الرؤية، وخاصة بعد ما دخلنا بقى في اجتهادات اسلام بحيري واجتهادات معرفش مين واجتهادات اخونا جدع التاني بتاع مش عارفه ايه ابو شنب ده اسمه بتاع. لا في ناس كتير بقى ايه، بس خلي بالك هي بتبقى هوجه كده وموجه، انت ممكن تاخدها وتستفيد منها كنوع من الشو يعني. انما ما عندكش العمق. الراجل ده ما كانش يريد شو ابدا من وراء الموضوع، وكان يهمه انه يجدد فكر اسلامي حقيقي، وعنده منتج، يعني عنده منتج فكري خاص على العكس من كتير اللي بيتكلم بيستخدم الاعلام. راجل مليان وراجل عالم وناقد، دي حقيقه. بس المشكله كلها زي ما اقول لك الفتره الزمنيه اللي طلع فيها الانتاج بتاعه مع هؤلاء اللي كانوا ماسكين اللجان العلميه بهدلوه، فابتدى الجرايد تاخد الكلام ده وكبره، فشاع ما بين الناس ان في واحد بيخبط في قرآن. تعال انت بقى للتلتين اللي هم اللي انا بقول لك عليهم ما عندهمش غير الرموز والجماعه اللي هم اللي قاعدين على الفكر الديني. موضوع صعب جدا انك انت تدخل في وسطهم وتقول لا ده راجل مفكر، ده راجل مجدد، ده راجل عنده فكر ديني كويس. طب اسمعوه، طب شوفوه، ما انتوا كفرتوا طه حسين والنهارده بتبوسوا كتب وحاجاته. يعني نفس الفكره كفروه برضه، منعوه من البتاع ومنع كتاب من التداول واقيل من وزاره المعارف. صحيح. يعني مشكله كبيره. فالنهارده انت بتقول ده طه حسين رمز من رموز الثقافه العربيه وبتاع، ونرجع تاني نقول صحيح نتباكى على القديم. صحيح.
دكتور، اخر سؤال معانا، وده سؤال يعني هو الاهم. من بعد الدكتور نصر حامد ابو زيد، يعني ما ظهرش عندنا في مصر، او يمكن قليلين قوي اللي ظهروا للنور يعني من المفكرين ومجددين. هل اللي حصل مع الدكتور نصر خلى في خوف كده عند المفكرين العرب ان هم يخشوا في المناطق الشائكة، وان هم يقربوا من الحتت اللي فيها جدل عشان يتكلموا فيها؟ يعني انا برضه هقول لحضرتك الحقيقه، انا مثلا انا بدرس دراسات عليا، فساعات لما بنحاول ان انا عايز اخش هنا واشتبك في الحته دي واقول رايي فيها، فبتلاقي ساعات ناس بتحاول تمنعك، ترجعك شويه، بلاش دي هيحصل مشاكل. هل فعلا المفكرين والباحثين في مصر بداوا يخافوا ان هم يخشوا في المناطق الشائكه دي؟ لا، هو انا اقول لك على حاجه، دي نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها وهي حقيقه. مم. انما في نقطه اهم، مم. ان الدوافع والاوضاع الاقتصاديه اللي موجوده مم. بتخلي الناس تدور على لقمه عيش وهم مفكرين. مم. لا، صح. دور على لقمه العيش افضل من انه الظروف يدخل في الاقتصادية الجدال. بتخلي وسيكون مصيره مصير نصر حامد ابو زيد، مم. وبالتالي بيبتعد عن هذه المنطقه. صحيح. وخلي بالك انها بتيجي كل فتره، يعني التخبيط في الاديان وفي الرموز الدينيه مم. بياتي كل فتره زمنيه، ليس داخل مصر فقط. يعني مم. ما تنساش ايات شيطانيه بتاعت سلمان سلمان رشدي. رشدي. انا كنت في المانيا ايامها بعمل الدكتوراه، مم. ولقيت طابور. وهو دافع عنه الدكتور نصر، دافع عن سلمان رشدي، مش عن كان في حق النشر، حق الكتابة ميزه يعني. بقى اوروبا. آه. انا قعدت في اوروبا حوالي 5 سنين في فتره الدكتوراه، مم. وجيت في السنه السادسه. مم. فانا نازل في السوق لقيت في طابور بيلف وما بياخدش الطريق، بيلف حوالين المكتبه مم. عشان ما يقطعش الطريق مم. بشكل شيك. فانا قعدت اضحك، قلت ده اكيد يا اما زيت يا اما سكر يا اما بتاع على الوضع بتاعي. فاتاري كتاب سلمان رشدي اترجم للالمانيه، والكتاب هناك كان ياما ب 300 مارك، التسعينات كان ب 300 مارك، و 300 مارك كان يعتبر حاجه غاليه. رقم يعني صحيح. كان المارك ب 2 جنيه ياما، النهارده ب 600 جنيه. والخميني اتهموا بعد كده بالتكفير ده هدر دم وجري على انجلترا وبتاع. وبعد كده رجعوا قالوا ده الراجل كان بيتكلم عن زوجات الرسول ومش عارفه ايه وبيعمل ايه، وبقى علم من اعلام في لندن دلوقتي، واخد بالك؟ صحيح. وترجم كتابه للعربيه بس عايز اقول لك ان الناس هناك بتشوف الفكر فيه ايه. يعني كتب نصر حامد ترجمت الى عده لغات، والناس شافت الفكر ده راجل متطور، يعني راجل بيقرا الامور وما هياش حاجه ضد الرسول، بالعكس ده زي لماذا تزوج الرسول 9 نساء. ده كتاب من الكتب اللي موجوده لمصطفى محمود. صحيح، واخد بالك؟ مصطفى محمود برضه من المفكرين الجمال جدا. صحيح فعلا. بس بعد عن السكه دي ودخل على القضايا الخاصه بالاعجاز العلمي. اعجاز العلمي. بس كان بداياته كده برضه لماذا تزوج الرسول 9 نساء، وكتب تانية ممكن اجيبها لك. صحيح. فانا عايز اقول لك كل عصر بتطلع فرقعه كده يخبطوا في الرموز الدينيه والنص الديني، الغرض منه احداث بلبله فكريه، صرف نظر الناس في حته تانية خالص. وده صحيح. بيبقى متعمد. صحيح، ده بيبقى متعمد. ده شغل السياسه بقى. بنرجع تاني تلاقي السياسه هي اللي بتحكم. لازم. والاقتصاد حاليا، السياسه كانت بتلعب فتره هي اللي بتلهي الناس، النهارده الاقتصاد هو اللي بيلهي الناس. وانا اديت. دكتور حسن، بشكر حضرتك جدا. انا سعيد بلقائك والله. ربنا يخليك. والله سعيد بلقائك جدا، وسعيد باسئلتك الجميله. ربنا يخليك. حلوه. اسئله عايزه وقت طويل جدا. كون ان احنا نلمها في نص ساعه يبقى احنا انجزنا. يبقى احنا انجزنا فعلا والله، لان نصر حامد ابو زيد راجل ضخم كبير وانتاجه ضخم. صحيح. وله اتجاهات فكريه كتيره جدا مع نقلات، لانه خد على سنوات. الانتاج الفكري بيقعد له حوالي، او الانتاج العلمي بيقعد 5 سنين على الاقل، وقعد فيه 8 سنين يكتب فيه. صحيح. لان احنا بنترقى في الجامعه بعد الدكتوراه 5 سنين وتترقى استاذ مساعد، 5 سنين وتترقى استاذ. صحيح. لاعلى درجه علميه في الدوله يعني. فدي دي خدت منه وقت. ليه؟ كان فيه ممانعات كتيره جدا، ممانعات فكريه، وعايز يطلع حاجه يفيد بيها الناس، مش عايز يطلع كتب تترمي وخلاص ويترقى بيها. دي الحقيقه. وكان فكره ناشف شويه، واصطدم بالفكر الناشف الاخر اللي درعمين ناشفين شويه، غير بتوع الاداب مخففين والازهريين اسخن بقى. واخد بالك؟ يعني فكرهم برضو الى حد ما، لان المنهجيه عندهم برضو الى حد ما مش حاجه وحشه، انما هي الشكل العام للثقافه داخل مصر، انه يقول لك الازهريين يختلفوا عن الدرعميين، يختلفوا عن خريج الاداب، ولذلك لا يلتقوا في نقاط الا نقاط بسيطه جدا. صحيح. من ناحيه الفكر يعني. فالحقيقه الدكتور حامد
خد من الثقافة الأزهرية وخد من الثقافة الدرامية واستفاد من الآداب، كون إن زوجته أستاذ وكانت رئيس قسم اللغة الفرنسية في آداب القاهرة. صحيح. فنقلت له الثقافة الفرنسية، فكان نفسه يقدم حاجة يفيد بها المجتمع ويتطلع إليها إلى خارج مصر. هو قدمها بس المجتمع ما استفادش بيها. شكرا دكتور حسن، أنا سعيد جدا بوجود حضرتك. جميل والله. ربنا يخليك. عزيزي المشاهد، أتمنى نكون قدرنا نبسطها لك، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.